هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم في ساعة يوم الأربعاء 15 من إبريل صلاح محمد زين، ويرافقني خلال الساعة الزميل يوسف بوليسي في إعداد وتقديم نشرة الأخبار، ثم أقرأ عليكم الجزء الثاني من تنقية المفاهيم وضبطها للزميل محمد علي موسى. يلي ذلك وقفة مع الأستاذ القيسي في إحدى محطاته. فاصل قصير وتستمعون إلى النشرة الإخبارية. متابعة طيبة ومفيدة. واسلاك الشوق ذلك عارك هي تزيدك. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح، روح الطارد فيك الروح. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح. وحياة الدم المسفوح، وحياة الدم المسفوح، لطلع لك في ليلة عيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك. زنازينك لامت فيدك. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر، إن عزيمة رح تتكسر. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر. أنا مغروس بخصرك خنجر، أنا مغروس بخصرك خنجر. ما تقدر تخلعني بإيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك. زنازينك لامت فيدك.
صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، أسعدتم مساء. إليكم نشرة الأخبار، أبدأها كالعادة بأبرز العناوين. اختطاف 6 لاجئين إريتريين في السودان، وإنقاذ خفر السواحل الإيطالي لمئات في عرض المتوسط. تفاقم معاناة أكثر من 50,000 لاجئ إريتري باليمن. الأنباء تتحدث عن إقبال ضعيف في الانتخابات السودانية. الأنباء بالتفصيل. اختطف مسلحون مجهولون 6 من الإريتريين الخاربين من جحيم النظام الاستبدادي بالقرب من بلدة حمدايت السودانية أثناء رحلة بسيارة نقل صغيرة كانت في طريقها إلى معسكر الشقراب للاجئين. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من عين المكان أن سيارة النقل التي كانت مكتظة بركاب سودانيين بالإضافة للمختطفين توقفت بعد أن اعترضتها مجموعة مسلحة مجهولة، وأجبرت 3 من الفتيات الإريتريات و3 من الأطفال الإريتريين على مغادرة السيارة، وأخذتهم عنوة إلى مكان مجهول. وعلى الرغم من اعتراض الركاب السودانيين على عملية الاختطاف ودخولهم في مشادات كلامية حادة مع المختطفين في محاولة منهم لإنقاذ الإريتريين، إلا أنهم وقفوا حيارى أمام تهديد السلاح الذي وجهوا به. وأضافت نفس المصادر أن الركاب السودانيين بعد وصولهم الشقراب توجهوا فورا إلى مركز الشرطة الكائن بالمعسكر، وأبلغوا أفراده بعملية الاختطاف شفويا وكتابيا، وفتحوا بلاغا ضد المختطفين ساردين حيثيات العملية، إلا أنهم فوجئوا بالبرود الذي يقوبل به من قبل القائمين على المركز وعدم تحركهم لإنقاذ اللاجئين الإريتريين المختطفين. ويذكر أن الإريتريين الفارين من ممارسات النظام الاستبدادي يسلكون الطريق الوعر وغير الآمن الذي يربط بين حمدايت ومعسكر الشقراب للاجئين، والذي تستغرق الرحلة فيه مدة 6 ساعات تتخللها الكثير من المشاكل الأمنية، ولم يلاحظ أي جهود لتأمينه من قبل السلطات الأمنية السودانية، على الرغم من علمها بحدوث الكثير من عمليات الاختطاف التي تطال اللاجئين الإريتريين أثناء رحلتهم للبحث عن الأمن والأمان الذي يفتقدانهما في بلادهم. وينتقد المراقبون الحكومة السودانية والمنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين لعدم تأمينهم الطرق التي يسلكها الإريتريون داخل الأراضي السودانية في سبيل الوصول إلى معسكرات اللاجئين بشرق السودان. وينتقد المراقبون الحكومة السودانية والمنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين لعدم تأمينهم الطرق التي يسلكها الإريتريون داخل الأراضي السودانية في سبيل الوصول إلى معسكرات اللاجئين بشرق السودان، والتي يتعرض فيها اللاجئون لكثير من الأذى النفسي والجسدي، وفي بعضها إلى فقدان أرواحهم، سواء نتيجة للتعب والإرهاق الذي يلازمانهم أثناء رحلة البحث عن موطن آمن، أو نتيجة للممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها عصابات الاتجار بالبشر التي تنشط بمناطق الحدود على مدار الساعة، وتتهم الأجهزة الأمنية السودانية بالتعاون والتواطؤ معها. وفي خبر ذي صلة، قال خفر السواحل يوم الأحد أن سفنا إيطالية انتشلت ما يصل إلى 700 مهاجر في 7 زوارق مطاطية، وأن العمليات جارية في توقيت أدى فيه سكون المياه إلى الإقبال على تسيير رحلات غير شرعية من ليبيا إلى الساحل الإيطالي. وقال متحدث باسم خفر السواحل أن البحرية الإيطالية ومراكب خفر السواحل وسفن تجارية أنقذت المهاجرين من الزوارق المكتظة بالركاب، وأضاف أن زوارق أخرى رصدت يوم الأحد، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة. وقال مسؤول إيطالي أنه جرى إنقاذ نحو 1000 مهاجر يوم الجمعة، ووصل أكثر من 500 إلى ميناء إمبيتوكولي في صقلية يوم الأحد. وأضاف أن معظم أولئك المهاجرين كانوا من إريتريا والصومال، وكانت هناك عشرات النساء أحضرن معهن عدة أطفال، وكان كثير من المهاجرين حفاة. من جهة أخرى، قالت صحيفة الشرق الأوسط أونلاين يوم أمس الأول أن إريتريا وآخر مجهول الهوية قد غرق خلال محاولة الحرب غفزا في مياه البحر عقب مداهمة قوات الحرس الحدود المصرية مركبا للهجرة غير الشرعية أمام سواحل مدينة كفر الشيخ في شمال مصر. كما تمكنت القوات من توقيف نحو 200 شخص آخرين من جنسيات مختلفة ممن كانوا على متن المركب. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية صباح الاثنين في تصريحات إعلامية أن الواقع أسفرت عن إصابة 5 أشخاص وحالة وفاة واحدة، لكن مصادر بوزارة الصحة أكدت لاحقا وفاة شخصين، أحدهما يرجح أنه إريتري الجنسية والآخر مجهول الهوية. وأوضح عبد الغفار أن حالة جميع المصابين مستقرة بعد تلقي العلاج، وأن إصاباتهم كانت طفيفة.
وما زالت عملية البحث عن جثث أخرى مستمرة. وتنطلق زوارق متهالكة في رحلة خطرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محملة بالمهاجرين أملا في الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي أجلت فيه السفن الصينية والباكستانية والهندية مواطنيها، ومثلها فعلت الدول الغربية بعد اندلاع الحرب، إلا أن الحكومات الإقليمية لم تقم بأي محاولات لإجلاء رعاياها. إذا كان الصومال هو البلد الوحيد الذي يستطيع أن يدعي أن عدم الاستقرار في الداخل يمنعه من إجلاء مواطنيه، فإن إريتريا التي تبعد أقل من 30 ميلا بحريا عن اليمن، عدا عن امتلاكها لجزر تبعد بأقل من 15 ميلا عن ميناء، فإنها لم تحرك ساكنا لإجلاء رعاياها الذين يتجاوزون 50,000 حسب مصادر إعلامية إريترية، ومن ضمنها موقع عواتل الإلكتروني. وتتحدث الأخبار عن هروب اللاجئين من مراكز احتجاز ومخيمات اللاجئين بعد اندلاع الحرب، وهناك عدد كبير من اللاجئين القادمين الجدد، بينما يعيش آخرون في اليمن لأكثر من 10 سنوات. الغالبية العظمى من اللاجئين هم أصلا من المناطق الساحلية من إريتريا، والبعض الآخر هم من الوافدين الجدد الذين نجوا من التجنيد العسكري الغصبي في إريتريا. من جهتها ناشدت جبهة الثوابت الوطنية الإريتريين بالخارج تقديم يد العون ومساعدة إخوانهم الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب وإهمال النظام الاستبدادي لهم، وطالبت كل إريتري غيور على أهله أن يساهم في إنقاذ حياة اللاجئين الإريتريين في اليمن الذين يواجهون ظروف قاسية بسبب الحرب الدائرة هناك، حيث فقدوا كل شيء في معسكرات اللاجئين وفروا منها بعد القصف إلى صنعاء طلبا للأمن والسلامة، ولكن مكتب الأمم المتحدة لم يقدم لهم الحماية اللازمة، مما اضطرهم إلى البحث عن مساكن الإيجار في صنعاء أو السكن مع أقاربهم. بدت شوارع العاصمة السودانية خالية تقريبا من زحام حركة السير المعروف عنها، ويعود السبب إلى عطلة انتخابية منحتها السلطات الحكومية للمواطنين ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فتحت صناديقها أمس الأول الاثنين، فأول انتخابات تجري في البلاد عقب انفصال جنوب السودان. ومثل الشوارع، فإن وجود المقترعين بدأ محدودا إلى متوسط في المراكز خلال اليوم الأول من أيام الاقتراع، بالمقارنة مع آخر انتخابات جرت في البلاد عام 2010، رغم انسحاب بعض المرشحين ومقاطعتها من قبل أحزاب مؤثرة كحزب الأمة القومي الذي يترأسه الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الدكتور حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني. وكانت مفوضية الانتخابات تحدثت عن 4 مليون ناخب مسجل في دوائر الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ونواب المجلس الوطني والمجالس التشريعية والولائية. ولضعف منافسيه، فإن الرئيس الحالي عمر البشير يعد الأوفر حظا حسب تقارير صحفية للفوز بولاية جديدة تضيف إلى سنين حكمه للبلاد 5 سنوات أخرى لتصبح 31 عاما. ولا يشكل منافسوه 15 أي تأثير على حظوظه الانتخابية، في الوقت الذي تقول فيه أحزاب المعارضة إن النتائج معدة سلفا، وإن إجراء الاقتراع مجرد استهلاك للوقت. وترجع أحزاب المعارضة ضعف الإقبال على الأقل حتى الآن إلى الحملة التي نظمتها باسم أرحل، التي دعت خلالها المواطنين لمقاطعة الانتخابات، فيما يرجعها المناصرو الحزب الحاكم إلى أنه اليوم الأول وما زال هناك يومان باقيان، فيما يقول مراقبون أن الأمر يعود إلى حالة الإحباط واليأس التي تعانيها الجماهير من الناخبين، وإلى عدم وجود منافسة فعلية بين المرشحين. وتهدف دعوة المعارضة لمقاطعة الاقتراع إلى إظهار عزوف الناخبين عن التصويت للرئيس عمر البشير وحزبه، بيد أن الحزب الحاكم يراهن على عضويته التي ذكر في أوقات سابقة أنها تفوق 6 ملايين، هو ما تسعى المعارضة وحملة أرحل لإثبات عكسه، كما يعتمد على ضعف المنافسين واستعداده المبكر وموارده المالية الكبيرة، فيما تقول المعارضة أنه يستغل موارد الدولة لحش الجماهير لصالحه. وقد لاحظ الصحفيون في جولاتهم في عدد من مراكز الاقتراع أن ثمة صمتا رهيبا يسود الموقف الانتخابي، وكأن الانتخابات تجري سرا أو حط على رؤوس الناخبين الطير، سيما أن الاتحاد الأوروبي شكك في نزاهة الانتخابات واعتبر أن نتيجتها ستكون غير مطابقة للمعايير الدولية. هذا الزعم رسم ظلال قاتمة بين أوساط الناخبين، حيث قالوا أن النتيجة محسومة لصالح البشير لغياب المنافس، فيما أشار البعض الآخر أنه غير مهتم بالانتخابات لأنها تحصيل حاصل. انتهت النشرة. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر، إن عزيمة رح تتكسر. سجاني واهم إن فكر إن عزيمة رح تتكسر. أنا مغروس
بخصرك خنجر، أنا مغروس بخصرك خنجر، ما تقدر تخلعني بإيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك، سنازينك لامت بإيدك. حجب الرمل السجن وأصنع، مقلاع ورشاش ومدفع، مقلاع ورشاش ومدفع. حجب الرمل السجن وأصنع، مقلاع ورشاش ومدفع. أنا طالع وضل توقع، أنا طالع وضل توقع، ناري تولع فيك بإيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك، سنازينك لامت بإيدك. نازل لك من تحت الدور، نازل لك من تحت الدور، طالع لك من فوق السور، نازل لك من تحت الدور، عالباغي رح يجي الدور، عالباغي رح يجي الدور. هذا وعد استنى وعيدك يا سجان تكسر جيدك، يا سجان تكسر جيدك، سنازينك لامت بإيدك. يا سجان تكسر جيدك، سنازينك لامت بإيدك، واسوارك واسلاك الشوك، ذلك عارك هي تزيدك يا سجان تكسر جيدك. صوت المنتدى. أهمية تنقية المفاهيم وضبطها. الجزء الثاني. الشباب الإريتري وواجب تغيير قواعد اللعبة السياسية. ما هو البديل السياسي الذي ينشده الشعب الإريتري؟ وكيف السبيل لإيجاده؟ وما هو النظام السياسي الذي نقاومه؟ نطرح جملة هذه الأسئلة حتى لا نكرر خطأ تصورنا السابق في أن حريتنا تكمن في طرد الاحتلال الإثيوبي لنفاجأ باستبداد مقيت بثوب وطني. اليوم أيضا لا يتم انتصارنا بتنحية فرد أو مجموعة تنتمي لهوية عرقية أو دينية أو ثقافية بعينها بفرد أو مجموعة من هويات أخرى، بل انتصارنا الحقيقي والدائم في أن تتبنى مقاومتنا محاربة المفهوم والعقلية الاستبدادية متى وأين وجدت، واقتلاعها من جذورها، والإعلاء من قيم الإنسان والحرية كقيم مركزية. وهنا لا غرابة في أن نجد بعض الفئات القليلة من مجتمعنا ترى مصلحتها العاطفية أو المادية المتوهمة أو الحقيقية في النظام الحاكم، وقطاعات أخرى كبيرة مغلوبة على أمرها ترى مصلحتها في سيادة العدل
وإن لم تتمكن بعد من تفعيل دورها الرافض جراء ممارسة العنف الوحشي من النظام الحاكم وسياسات فرق تسد. ومرد عدم تمكنها من ذلك جاء بدرجة أساسية من عجز المقاومة في بلورة صورة البديل الجاذب وإيجاد نموذج ملموس له في حراكها. لهذا على أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير خاصة فئة الشباب واجب تغيير قواعد اللعبة بما يمكنهم من صناعة مستقبلهم. ونقطة البدء في ذلك وضع ثوابت تحدد المسارات وتميزها على أساس القيم لا الجينات والهويات الدينية والإقليمية والإثنية التي أفرزتها سياسات الإقصاء وغياب العدل. فكل تجارب البشر أكدت أن أساس الصراع غياب العدل حتى داخل الأسرة الواحدة، وضرورة تغويض الأسس الفلسفية للهيمنة تحت أي مسمى جاءت، ومحاربة الانفصام وعقد الاضطهاد ونزعة العدوانية وبحث عوامل الفشل في العوامل الذاتية بدل رميها بكلياتها على الخارج عبر نظرية المؤامرة. على هذا المعيار تتم عملية فرز الأصدقاء والأعداء دون أن تعتريها أي غشاوة فكرية ناجمة عن عواطف مضللة. فالهويات الفرعية وصفة قاتلة للدولة الوطنية تماما كفعل النظام الدكتاتوري، فضلا عن كونها لا تؤمن العدالة والمساواة والديمقراطية لا للوطن ولا للهويات الفرعية ذاتها. فذات النظرة التجزئية تقسم المجزأ إلى فتات، والمعارضة التي تؤكد عبر تشظيها رواية النظام عنها تقدم هدية قيمة لاستمراره، لأنه لا أحد يثق بمعارضة منقسمة. لهذا ورغم قساوة بصمات الاستبداد نجده يجتذب أو يحيد بعض شرائح المجتمع التي تخشى البديل. كلنا يعلم بأن نظام الطاغية قام بتجريف الحياة السياسية في إريتريا، لكن هذا لا يعفي النخب السياسية المعارضة عن مسؤولية إيجاد معارضة تمثل قيادة سياسية واعية لأولوياتها وتتسم بالمصداقية، تصبح بديلا لمشروع النظام القمعي وقادرة لتجميع أطياف واسعة من الإريتريين. المسألة الثانية الاحتياط والحذر، بحيث لا تصبح خلافات الماضي ورواياته المتعددة مهيمنة على الحاضر، تورثه عقدها ومشاكلها ومسببات إخفاقها واصطفافاتها، وتذوبه في قوالبها غير القابلة للنقد والمحاسبة، فتسلبه إرادة الحركة والتغيير، وتعزله عن منطق العصر، وتدفع به إلى دائرة الانغلاق، لينتج هذا الماضي ذاته مجددا بعناوين تتبدل ولا تتغير، فتنتصر كل مجموعة لشخص تؤلهه مدعية امتلاكها الحقيقة المطلقة، وبهذا تصبح الأمة مقعدة. ومن نافلة القول هنا التذكير بأن لا نهوض لأمة غير قادرة لتجاوز عثرات ماضيها الذي يكبل حاضرها. عادة الأمم لا تسأل سؤال الهوية الوطنية إلا عند المنعطفات الصعبة كالحروب والهزائم والانكسارات. وبعيدا عن نموذج الهوية التي يشكلها النظام الحاكم وأنصاره، يمكننا القول بأن الهوية الوطنية الإريترية واحدة تشكلت على مدى 100 عام خلت، وهي ليست مسألة جامدة أو مكتملة، بل تتأثر بالسياسات المتبعة، فتتعرض لهزات جراء سياسات استعمارية أو محلية استبدادية. والهوية الثقافية المقصودة هنا مجموعة السمات والخصائص التي تنفرد بها الشخصية الإريترية والتي تميزها عن غيرها، ووعاؤها اللغوي هو العربية والتجرينية واللغات الوطنية الأخرى، وتتمثل في الدين والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد والأعراف وغيرها من المكونات الثقافية الإريترية. فالنظام الذي يهين المواطن لا غرو أن يعبث بالهوية الوطنية. وعلى النقيض من السياسات الاستبدادية للنظام علينا العمل بالمنهج العام، وهو أن كل أمة لكي تنهض وتنجز مشروعها
عليها أن تكون ذاتها. هذه الهوية الواحدة لا يعيبها كونها متعددة الثقافات، فالإشكالية ليست في تعددها الثقافي، بل في إدارة هذا التعدد وتحويله لثراء بدل توظيفه كآليات إغواء للشعوب وبذرة صراعات. جوهر الهوية الإريترية التي تبلورت عبر الزمن هي الوسطية والنفور عن الغلو والتطرف واحترام الآخر، وهي مستوعبة للتعددية. أولى مهددات هذه الهوية الوطنية هو النظام الدكتاتوري الإقصائي الحاكم ببلادنا، وعدم اتضاح كاف لرؤية بديل متماسك يحل مكانه. هذا الواقع يجعل الشباب الإريتري في مهب الرياح ولقمة سائغة من أي جهة تتاجر بشعارات بائسة يائسة وخطاب حجته بتراء. فأولويات الفعل الشبابي الإمساك بقوة بالهوية الإريترية الجامعة التي تستوعب داخلها هويات فرعية دون أن تتغلب الهويات الفرعية على الهوية الجامعة، ودون سيطرة وقمع الهوية الجماعية للفرعيات، فكلا الحالتين تؤديان إلى الانفجار. التصدي للمفهوم الذي يرى الوحدة الوطنية في الرأي الواحد، فهذه النظرة متعارضة مع أصل الأشياء، وهذا الكون قائم على التعدد والاختلاف. فرغم أن شعبنا عانى الأمرين من هذه النظرة للوحدة، إلا أنها هي السائدة حتى الآن. هذا يستدعي النضال لمحاربة المفهوم الذي ينظر للوحدة من خلال الرأي الواحد أو من خلال محاصصات لا تخوض تحديا مشتركا حقيقيا. فالوحدة تكمن في وعاء التعدد المتوافق على مفهوم الوحدة الوطنية في التنوع والتمايز، في الأطروحات الفكرية والأيديولوجية والثقافية والاختلاف في الرأي والتجارب والخلفيات، وكل ذلك في بوتقة العمل المشترك الحقيقي. المجتمع لا يدخل طور البناء إلا عندما يدور أفراده في فلك الأفكار، فالإرادة الحضارية دوما هي طوعا للأفكار وليست للأشخاص. المجتمع يصاب بمرض عضال عندما يدور في فلك الأفراد، فكاريزما العصر غدت مخاطبة العقل لا العواطف. فالاستثمار في عالم الأفكار ومراكز البحوث هي وحدها الكفيلة بفتح آفاق جديدة، لا الحكاوي الملقومة المتوارثة. ثم الاعتماد على الإنسان الإريتري بتوعيته وتنظيمه وتفعيله، فالنظرية لا معنى لها دون إيمان الشعب بها. هذا الشعب هو الوحيد القادر على التنظيم والعمل لتحويلها لأداة انتصار على دولة الظلم والطغيان. وعلى المثقف الإريتري أن لا يتهرب من دوره التاريخي تحت حجج متعددة، كما أن واجبه ليس التغريد مع السرب ومسايرة أهواء العامة لاكتساب شعبية رخيصة، إنما مهمته تجميع التجارب عن أمته وعن غيرها والبحث فيها واستخلاص المسارات السليمة حتى لا تضل أمته طريقها مجددا. من مجمل هذا الحديث نهدف للإجابة على أهمية خلق بديل ديمقراطي حقيقي، فهو القادر على حمايتنا من أنفسنا ومن بعضنا البعض، لأنه يمنع جمع السلطات في شخص أو مجموعة، ويضع القواعد السليمة للسلم والاستقرار والنماء. بقلم محمد علي موسى. كسانة وفويدا نولود ولدو بسامخا خبر قسم حدنتك نزل عالم ينبر نولود ولدو بسامخا خبر قسم حدنتك نزل عالم ينبر ينبر نفسي كبغانا بغا برهان سبسرت كندل أموغانكا
أبهي يوكون الناس هاي عود لماركايو لو مون كم تمال هاي نايدس فادا ميرا زي كهمنا بالبال هاي نغيلو زي ملس تعود هزبي هاي كبر خازن أخا وينو مزاربي نحقوسو بدس تعالو أسي وفراس ميرو نحقوسو بدس تعالو أسي وفراس ميرو نحقوسو بدس تعالو أسي وفراس ميرو سميرو بدس تعالو أسي وفراس ميرو سميرو 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 محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. حوارات في فضاء مكشوف. في جولة شملت عدة مناطق، سعدت بعدة لقاءات ببعض الشباب الإريتريين في المهجر، والواقع أنني خرجت من هذه اللقاءات بحصيلة كبيرة من المعرفة وبتلمس أشياء كثيرة كانت غائبة عني أو قيبها الزمن، ثم الاهتمام العميق بالتفاصيل والجزئيات التي وبحكم العادة أو السن عادة ما يتجاوزها من هم على شاكلتنا. والحصيلة أنني خرجت بحصيلة كبيرة من المعرفة وبحقيقة مرة مفادها أين أوصلنا الحال بعد هذه التجربة المريرة. الحوار الأول جرى مع مجموعة من الشباب الذين لم يكونوا بعيدين عن التجربة وتجربة الجبهة الشعبية تحديدا، ومعظمهم من طلبة مدرسة الثورة، حتى أصبحوا رجالا وانخرطوا في نشاط التنظيم، وقد عول عليهم التنظيم باعتبارهم الأكثر نقاء وولاء والأكثر وفاء. والحقيقة أن هؤلاء كانت لهم نشأة خاصة، فقد نما وعيهم السياسي والفكري وسط معمعة النضال، وتشكل هذا الوعي مشبعا بالخطاب السياسي الذي كان سائدا، معتبرين كل ما يصدر عن التنظيم حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش. هؤلاء الآن يقفون في الاتجاه المعاكس تماما، رفضا للنظام ولرموزه. والقريب في الأمر أنهم حين يقومون بتحليل النظام لابد أن يشملوا رموزه الفاعلة، مذكرين بتفاهة هذه الشخصيات ودورها الباهت والملتبس أبان الكفاح المسلح. والواقع هي ملاحظة دقيقة بحاجة إلى وقفة وتحليل حقيقي. بداية حواري معهم جاء كالآتي: كيف نقيم النظام حاليا ونحن جميعا كنا جزء منه وأكثر الناس دفاعا عنه؟ وما هو منطلقنا لمعارضة النظام؟ وجاءت الإجابات بشكل متسارع وكأنه شلال متدفق، فأخطاء النظام لا تحصى، وهم الراصدون لكل صغيرة وكبيرة، والعالمون ببواطن الأمور، وأصحاب المعرفة الحقيقية برموز النظام وأدواته. أجاب أحدهم وهو الأكبر سنا والأعلى مرتبة في التجمع السياسي الذي يجمعهم قائلا: حين نقيم هذا النظام لابد أن نعود بعيدا إلى الوراء. فانقلاب الرئيس على المبادئ التي قامت عليها تجربة الجبهة الشعبية لم تكن وليدة اليوم،
أو لحظة ما بعد الاستقلال. فالرجل وإن لم يكن يخفي طموحاته منذ البداية، إلا أنه بعد الانسحاب الاستراتيجي بدأ عازما على الاستحواذ على السلطة وتركيز السلطة في مكتب الأمين العام ومساعده، والتي تعني في يديه عمليا حين كان الأمين العام السيد رمضان محمد نور، وكان مقيبا أو قائبا. ثم أنتم المسؤولين، أنتم الذين كنتم في القيادة، ألم تلعبوا جميعكم بوعي أو بدون وعي وبتآمر دورا محوريا في صناعة هذا الصنم؟ إن الصمت والتجاوز لم يكن كافيا لصناعة هذا الفرعون. إذن من الذي صنعه؟ حتى حين طرحتم ضرورة تبديل القيادة قبلتم أن يبقى حلقة الوصل بين جيل بدأت شمسه في الغروب وبين جيل ينضح حيوية دون اعتبار لأساسيات الانتقال، وكأن الأعمار كافية كي تكون سببا مقنعا لمرحلة جديدة. وهنا تدخل شاب آخر مذكرا صديقي وموجها كلامه لي: ألم تكن أنت أحد الذين يطالبون بضرورة ضخ دماء جديدة في القيادة؟ وكانت هذه الدعوة هي بداية انقلاب الرئيس، أو دعوة تلبي رغبة كامنة في نفس الزعيم وطموح المقربين منه. ألم يكن في ذهنكم شك حتى على المستوى البسيط بأنكم تسلمون رقابكم والتجربة التي تقدموها لأيدي غير مؤتمنة، سيما وأنتم أكثر الناس علما واطلاعا بأن تجربة الجبهة الشعبية لم تصنع سبط ثاني من القيادة متمرس قادر على الحفاظ على الإرث النضالي لهذه التجربة. أليس الأمر قريبا؟ ثم ما هو المبرر لهذا التصرف؟ ألم تكونوا سياسيين تقودون حركة سياسية نضالية تتسم بالديمومة لتحرير شعب وأرض؟ أم كنتم مجلس حكماء يبحث عن الصفاء شاء أن يترجل حين وجد أن المهمة قد انتهت؟ الواقع كان حديث الشاب والموجه لي شخصيا أشبه بمطرقة هوت على رأسي، نبشت من قاع الذاكرة أحداث كان لها أن تبقى زمنا حتى يأتي الزمن الجدير بروايتها، لأن المسألة من وجهة نظري أن هذه المسائل والمفارقات كانت تحمل من الملابسات الكثير مما قد يعقد المشهد السياسي في هذه المرحلة أكثر مما هو معقد أصلا. لم يكن أمامي من خيار رضيت أم لا، سواء أن أسرد الحقيقة كما هي أو كما عشتها وكنت أحد أبطالها. وقبل أن أسرد أحداث هذه الرواية أود أن أسرد بعض الحقائق كنقاط لتوضيح الصورة في موقف هؤلاء القادة. أولا، دخلت الجبهة الشعبية مدينة أسمرة وبحوزتها مكنة عسكرية ضخمة تم بناءها على مدى سنوات في الجبهات المختلفة. هذه القوة كانت تفتقر للعنصر السياسي الموحد وللخطاب السياسي الشامل الذي يتلائم وطبيعة مرحلة ما بعد الاستقلال والمهام المطلوبة، إذ كانت الأغلبية من قواعد هذه القوات من العناصر التي ضربت قسرا من الأرياف النائية أو من الذين انخرطوا حديثا في التنظيم بدواعي الانتصارات التي كانت تحقق آنذاك. ثم إن ظروف انخراط هذه الكتل البشرية لم يكن يسمح بإخضاعها لبرنامج سياسي تعبوي يرفع من مستوى دورها السياسي. وللأمانة التاريخية فإن القوى الاجتماعية الحديثة والقوى المستنيرة والتي استقرأ إنشاءها لأجيال بدءا من الاستعمار الإيطالي كلها قد دفعت كثمن في سهول ووديان الساحل وباقي الأراضي الإرثية. وفي اعتقادي وقناعتي الشخصية أن هذا الثمن الباهظ الذي دفع سوف يحتاج أجيال وأجيال كي يستعيده الشعب الإريتري، ناهيك عن تطاول البعض الذين لا يفقهون عن الثمن المدفوع
من أجل هذا الوطن. ثانيا، أن أي تجربة إنسانية وبطبيعة حال البشر لا بد وأن تبرز اختلافات في الرؤى، وبروز حالات من الاختلافات قد تصل إلى حد القطيعة أو يمكن التعايش معها أو حلها وتجاوزها. ولم تكن حالة قيادة الجبهة الشعبية بعيدة عن هذه الحالة، بل الأنكى من ذلك، والذي ثبت أخيرا لأعضاء القيادة حين بدأوا تحركهم فيما عرف بجي 15 أو مجموعة ال15، إن معظم الأمور التي كانوا يختلفون عليها كانت بوحي وإيحاء الرئيس إسياس أفوركي، وذلك حين قرروا في جلساتهم المصارحة والمكاشفة حول الأمور العالقة بينهم، ولو أن هذه المكاشفة جاءت متأخرة كثيرا بكل أسف. ثالثا، إن العمر التنظيمي لقيادة الجبهة الشعبية والمنصوص عليه في النظام الداخلي للجبهة لا يتعدى السنوات الأربع، وهذه قيادة ما زالت متبعة بدءا من المؤتمر الأول للجبهة 10 سنوات وحتى المؤتمر الثاني. وبرغم جدارة هذه القيادات ووطنيتها، فإن طبيعة الأشياء كانت تقتضي التغيير، وأمور كثيرة حدثت طوال هذه السنوات، ثم الواقع السياسي الجديد المتمثل بالاستقلال وبناء الدولة الجديدة، كلها عوامل مستجدة ومختلفة تحتم ضرورة المراجعة والبناء السياسي انسجاما مع بناء الدولة الجديدة المعبرة لكل الشعب والحاضنة له دون استثناء، متجاوزة مرارات الماضي. وللأمانة والتاريخ، لقد كانت قيادة الجبهة الشعبية المتمثلة في مجموعة ال15 على رأسهم الأخ محمود شريفه والأخ هلي والاستنساء الدرع المتصدرون بضرورة التغيير الجذري استنادا إلى معطيات التجربة، بل وصل بهم الحد إلى المطالبة بضرورة إنزال جميع أعضاء القيادة دون استثناء. وقد كنت أحد الذين تحركوا بحيوية فائقة من أجل هذا المطلب، إلى جانب الأخ عبد الله جابر الذي كان حينها عضوا في اللجنة التحضيرية. استنادا إلى أهمية هذه الإيضاحات، لنبدأ القصة من البداية، حين تم الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر للجبهة الشعبية، والذي تحتمه الظروف ويقع عليه المستقبل السياسي لهذا البلد، كون أن هذا التنظيم أنجز الاستقلال وأمامه مهام إنجاز بناء الدولة والمصالحة الوطنية وإشراك الجميع في هذه المهام الوطنية من خلال وضع دستور يحظى بإجماع وطني وقانون تكوين الأحزاب ووضع ميثاقا للصحافة. هذه المهام العملاقة كانت بحاجة إلى تنظيم منسجم مع نفسه وقادر أن يطرح رؤية متماسكة استراتيجيا وعبر مراحل مدروسة، وليس إلى تنظيم مأزوم سياسيا ومغتر ومقرور بقواها العسكرية. وقيادة برغم وطنيتها وإخلاصها لا زالت تحمل بداخلها رواسب ضعف الإنساني لا زال عالقا في أذهان معظمها. وهنا بدأت الحيرة في كيفية عقد المؤتمر، فقد جرت العادة أن تقوم كوادر الحزب بمناقشة الوثائق التي ستقدم للمؤتمر والتصور للهيكلة المطلوبة والعناصر المرشحة للقيادة والعناصر المطلوب إزاحتها. طبعا كل ذلك كان يجري برعاية الحزب وقيادته، ولكن حاليا ليس هناك حزبا يضع أساسيات وسيناريو لمعالجة هذه الحالة، كما إن قيادته وإن بقيت موجودة بحكم إنها قيادة للجبهة فليس لديها شيء يمكن أن تقديمه بصورة جماعية. السيد الرئيس قد أعلن نهاية الحزب هكذا وبكل بساطة، وكأن الحزب عبارة عن محطة حافلات تم الاستغناء عنها وعن خدماتها. كان لهذا القرار الأهوج انعكاسات خطيرة من وجهة نظري، أولها وأهمها أن الثقة التي كانت سائدة بين الأعضاء والقيادة وبين الأعضاء فيما بينهم قد بدأت في التصدع، فمعظم الناس كانت تقبل بعضها البعض على مضض في ظل غياب النقد والتقويم والتحليل، معوضة ذلك
بالانتصارات العسكرية التي طبعت تلك المرحلة. وقد يكون هذا السبب في بروز ظاهرة الجنرالات ونفوذهم، فقد انحسر كل عمل سياسي عاقل وكل نقاش سياسي مسؤول، واستبدل عوضا عنه بالأعمال الخارقة علان وفلتان، ودور ذلك الشخص وتقصير الآخر، وضاعت الحقيقة، وأصبح المناخ العام مشبع بروح الإشاعات، وسادت حالة من الاستقطاب من قبل عناصر وقوى في تصفية حساباتها، كونها قد عانت في فترة ما قبل الاستقلال. والقريب أنها هي الآن من يتصدر المشهد السياسي إلى جانب السيد الرئيس. هذا المناخ والوضع العام المأزوم كان ينسجم تماما برغبات وأهداف السيد الرئيس، بدليل ما جرى بعد ذلك. لكم التحية، إلى الحلقة القادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. يبلالو نفسي كبغانا بغا برهان زبسر غندل بمغاكا دلوه حزبي شاي نسغ عدنا نسغ تسفانا شاي مدرقنا تكوني الري عم ببلنا كل مدى شما بل كل مدى شما بل نلعو لنا الخبرة هقر حدر لنا زي سكر حدر لنا زي سكر نلعو لنا الخبرة هقر حدر لنا زي سكر نلعو لنا الخبرة هقر حدر لنا زي سكر كل مدى شما بل كل عدواني كم حياة معبل كل مدى شما بل كل عدواني كم حياة معبل نلعو لنا نخف لها قر حدر لنا زي سكر حدر لنا زي سكر نلعو لنا نخف لها قر حدر لنا زي سكر نلعو لنا نخف لها قر حدر لنا زي سكر صوت المنتدى. إليكم نشرة الأخبار، أبدأها كالعادة بأبرز العناوين.
اختطاف 6 لاجئين إريتريين في السودان، وإنقاذ خفر السواحل الإيطالي لمئاتهم في عرض المتوسط، تفاقم معاناة أكثر من 50,000 لاجئ إريتري باليمن. الأنباء تتحدث عن إقبال ضعيف في الانتخابات السودانية. الأنباء بالتفصيل. اختطف مسلحون مجهولون 6 من الإريتريين الهاربين من جحيم النظام الاستبدادي بالقرب من بلدة حمدايت السودانية أثناء رحلة بسيارة نقل صغيرة كانت في طريقها إلى معسكر الشقراب للاجئين. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من عين المكان أن سيارة النقل التي كانت مكتظة بركاب سودانيين بالإضافة للمختطفين توقفت بعد أن اعترضتها مجموعة مسلحة مجهولة، وأجبرت 3 من الفتيات الإريتريات و3 من الأطفال الإريتريين على مغادرة السيارة وأخذتهم عنوة إلى مكان مجهول. وعلى الرغم من اعتراض الركاب السودانيين على عملية الاختطاف ودخولهم في مشادات كلامية حادة مع المختطفين في محاولة منهم لإنقاذ الإريتريين، إلا أنهم وقفوا حيارى أمام تهديد السلاح الذي وجهوا به. وأضافت نفس المصادر أن الركاب السودانيين بعد وصولهم الشقراب توجهوا فورا إلى مركز الشرطة الكائن بالمعسكر، وأبلغوا أفراده بعملية الاختطاف شفويا وكتابيا، وفتحوا بلاغا ضد المختطفين ساردين حيثيات العملية، إلا أنهم فوجئوا بالبرود الذي يقوبل به من قبل القائمين على المركز وعدم تحركهم لإنقاذ اللاجئين الإريتريين المختطفين. ويذكر أن الإريتريين الفارين وممارسات النظام الاستبدادي يسلكون الطريق الوعر وغير الآمن الذي يربط بين حمدايت ومعسكر الشقراب للاجئين، والذي تستغرق الرحلة فيه مدة 6 ساعات تتخللها الكثير من المشاكل الأمنية، ولم يلاحظ أي جهود لتأمينه من قبل السلطات الأمنية السودانية، على الرغم من علمها بحدوث الكثير من عمليات الاختطاف التي تطال اللاجئين الإريتريين أثناء رحلتهم للبحث عن الأمن والأمان الذي يفتقدانهما في بلادهم. وينتقد المراقبون الحكومة السودانية والمنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين لعدم تأمينهم الطرق التي يسلكها الإريتريون داخل الأراضي السودانية في سبيل الوصول إلى معسكرات اللاجئين بشرق السودان. وينتقد المراقبون الحكومة السودانية والمنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين لعدم تأمينهم الطرق التي يسلكها الإريتريون داخل الأراضي السودانية في سبيل الوصول إلى معسكرات اللاجئين بشرق السودان، والتي يتعرض فيها اللاجئون لكثير من الأذى النفسي والجسدي، وفي بعضها إلى فقدان أرواحهم سواء نتيجة للتعب والإرهاق الذي يلازمانهم أثناء رحلة البحث عن موطن آمن، أو نتيجة للممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها عصابات الاتجار بالبشر التي تنشط بمناطق الحدود على مدار الساعة، وتتهم الأجهزة الأمنية السودانية بالتعاون والتواطؤ معها. وفي خبر ذي صلة قال خفر السواحل يوم الأحد أن سفنا إيطالية انتشلت ما يصل إلى 700 مهاجر في 7 زوارق مطاطية، وأن العمليات جارية في توقيت أدى فيه سكون المياه إلى الإقبال على تسيير رحلات غير شرعية من ليبيا إلى الساحل الإيطالي. وقال متحدث باسم خفر السواحل أن البحرية الإيطالية ومراكب خفر السواحل وسفن تجارية أنقذت المهاجرين من الزوارق المكتظة بالركاب، وأضاف أن زوارق أخرى رصدت يوم الأحد وأن عمليات الإنقاذ مستمرة. وقال مسؤول إيطالي أنه جرى إنقاذ نحو 1000 مهاجر يوم الجمعة، ووصل أكثر من 500 إلى ميناء إمبيدوكولي في صقلية يوم الأحد. وأضاف أن معظم أولئك المهاجرين كانوا من إريتريا والصومال، وكانت هناك عشرات النساء أحضرن معهن عدة أطفال، وكان كثير من المهاجرين حفاة. من جهة أخرى قالت صحيفة الشرق الأوسط أونلاين يوم أمس الأول أن إريتريا وآخر مجهول الهوية قد غرق خلال محاولة الحرب غفزا في مياه البحر عقب مداهمة قوات الحرس الحدود المصرية مركبا للهجرة غير الشرعية أمام سواحل مدينة كفر الشيخ في شمال مصر. كما تمكنت القوات من توقيف نحو 200 شخص آخرين من جنسيات مختلفة ممن كانوا على متن المركب. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية صباح الاثنين في تصريحات إعلامية أن الواقع أسفرت عن إصابة 5 أشخاص وحالة وفاة واحدة، لكن مصادر بوزارة الصحة أكدت لاحقا وفاة شخصين، أحدهما يرجح أنه إريتري الجنسية والآخر مجهول الهوية. وأوضح عبد الغفار أن حالة جميع المصابين مستقرة بعد تلقي العلاج، وأن إصاباتهم كانت طفيفة، وما زالت عملية البحث عن جثث أخرى مستمرة. وتنطلق زوارق متهالكة في رحلة خطرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محملة بالمهاجرين أملا في الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي أجلت فيه السفن الصينية والباكستانية والهندية مواطنيها، ومثلها فعلت الدول الغربية بعد اندلاع الحرب، إلا أن الحكومات الإقليمية لم تقم بأي محاولات لإجلاء رعاياها. إذا كان الصومال هو البلد الوحيد الذي يستطيع أن يدعي أن عدم الاستقرار في الداخل يمنعه من إجلاء مواطنيه، فإن إريتريا التي تبعد أقل من 30 ميلا بحريا عن اليمن، عدا عن امتلاكها لجزر تبعد بأقل من 15 ميلا عن ميناء، فإنها لم تحرك ساكنا لإجلاء رعاياها الذين يتجاوزون 50,000 حسب مصادر إعلامية إريترية، ومن ضمنها موقع عواتل الإلكتروني. وتتحدث الأخبار عن هروب اللاجئين من مراكز احتجاز ومخيمات اللاجئين بعد اندلاع الحرب، وهناك عدد كبير من اللاجئين القادمين الجدد، بينما يعيش آخرون في اليمن لأكثر من 10 سنوات. الغالبية العظمى من اللاجئين هم أصلا من المناطق الساحلية من إريتريا، والبعض الآخر هم من الوافدين الجدد الذين نجوا من التجنيد العسكري الغصبي في إريتريا. من جهتها ناشدت جبهة الثوابت الوطنية الإريتريين بالخارج تقديم يد العون ومساعدة إخوانهم الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب وإهمال النظام الاستبدادي لهم، وطالبت كل إريتري غيور على أهله أن يساهم في إنقاذ حياة اللاجئين الإريتريين في اليمن الذين يواجهون ظروف قاسية بسبب الحرب الدائرة هناك، حيث فقدوا كل شيء في معسكرات اللاجئين وفروا منها بعد القصف إلى صنعاء طلبا للأمن والسلامة، ولكن مكتب الأمم المتحدة لم يقدم لهم الحماية اللازمة، مما اضطرهم إلى البحث عن مساكن الإيجار في صنعاء أو السكن مع أقاربهم. بدت شوارع العاصمة السودانية خالية تقريبا من زحام حركة السير المعروف عنها، ويعود السبب إلى عطلة انتخابية منحتها السلطات الحكومية للمواطنين ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فتحت صناديقها أمس الأول الاثنين، فأول انتخابات تجري في البلاد عقب انفصال جنوب السودان. ومثل الشوارع، فإن وجود المقترعين بدأ محدودا إلى متوسط في المراكز خلال اليوم الأول من أيام الاقتراع، بالمقارنة مع آخر انتخابات جرت في البلاد عام 2010، رغم انسحاب بعض المرشحين ومقاطعتها من قبل أحزاب مؤثرة كحزب الأمة القومي الذي يترأسه الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الدكتور حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني. وكانت مفوضية الانتخابات تحدثت عن 4 مليون ناخب مسجل في دوائر الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ونواب المجلس الوطني والمجالس التشريعية والولائية. ولضعف منافسيه، فإن الرئيس الحالي عمر البشير يعد الأوفر حظا حسب تقارير صحفية للفوز بولاية جديدة تضيف إلى سنين حكمه للبلاد 5 سنوات أخرى لتصبح 31 عاما. ولا يشكل منافسوه 15 أي تأثير على حظوظه الانتخابية، في الوقت الذي تقول فيه أحزاب المعارضة إن النتائج معدة سلفا، وإن إجراء الاقتراع مجرد استهلاك للوقت. وترجع أحزاب المعارضة ضعف الإقبال على الأقل حتى الآن إلى الحملة التي نظمتها باسم أرحل، التي دعت خلالها المواطنين لمقاطعة الانتخابات، فيما يرجعها المناصرو الحزب الحاكم إلى أنه اليوم الأول وما زال هناك يومان باقيان، فيما يقول مراقبون أن الأمر يعود إلى حالة الإحباط واليأس التي تعانيها الجماهير من الناخبين، وإلى عدم وجود منافسة فعلية بين المرشحين. وتهدف دعوة المعارضة لمقاطعة الاقتراع إلى إظهار عزوف الناخبين عن التصويت للرئيس عمر البشير وحزبه، بيد أن الحزب الحاكم يراهن على عضويته التي ذكر في أوقات سابقة أنها تفوق 6 ملايين، هو ما تسعى المعارضة وحملة أرحل لإثبات عكسه، كما يعتمد على ضعف المنافسين واستعداده المبكر وموارده المالية الكبيرة، فيما تقول المعارضة أنه يستغل موارد الدولة لحش الجماهير لصالحه. وقد لاحظ الصحفيون في جولاتهم في عدد من مراكز الاقتراع أن ثمة صمتا رهيبا يسود الموقف الانتخابي، وكأن الانتخابات تجري سرا أو حط على رؤوس الناخبين الطير، سيما أن الاتحاد الأوروبي شكك في نزاهة الانتخابات واعتبر أن نتيجتها ستكون غير مطابقة للمعايير الدولية. هذا الزعم رسم ظلال قاتمة بين أوساط الناخبين، حيث قالوا أن النتيجة محسومة لصالح البشير لغياب المنافس، فيما أشار البعض الآخر أنه غير مهتم بالانتخابات لأنها تحصيل حاصل. صوت المنتدى. بهذا نختم ساعة المنتدى لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا بمشيئة الله. نشكر لكم حسن المتابعة، وتصبحون على وطن آمن وسالم. في أمان الله.